قالت لي تعالي نعمل مع بعض زي المتجوزين. ازاي تقولي كده؟ هو احنا مش بنات زي بعض؟ تعالي بس هعلمك واحدة واحدة. انت متأكدة ان انت من دمي؟ انت متأكدة ان انت في مقام امي؟ لا 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 لا، انا مش مصدقة. انت ازاي تقولي كده يا طنط؟ لا كده كتير. اهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات وردة احمد. قبل ما اقول اي حاجة واحكي قصة النهاردة او مشكلة النهاردة، تعالوا نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلنا في الكومنتات. صاحبة مشكلتنا النهاردة عندها 19 سنة، بتقول الحقوني انا خلاص تعبت، انا خلاص قرفت مش قادرة اكمل. هو في ايه؟ هحكي لكم الحكاية من البداية. بنت 19 سنة امها توفت، عاشت مع ابوها اللي رافض تماما ان يتجوز بعد والدتها. كان بينهم قصة حب رهيبة، والبنت عاشت مع ابوها اللي خاف عليها وحبسها جوه الناس اللي هتقولي يعني ايه، هقول لكم يعني حابسها بين 4 حيطان. وسط ال4 حيطان دول بقى قبت البيت وحبت واحد حب جامد جدا، واتفقوا على الجواز. بس فاضله كام تكة كده صغيرة ويجي لابوها يطلب ايديها علشان يبقى جاهز ومكفي كل حاجة. الموضوع كبير جدا. لا 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 اصبروا، ده لسه التقيل جاي. المهم البنت قعدت تحب في الواد ده وتجري. ابوها وهو في الشغل اتقابلوا في الشارع واتقابلوا هنا وهنا، لحد ما جات عمتها اخت ابوها، وكانت قص المصايب. ايوه، عمتها اخت ابوها جات لها البيت. اخوها رحب بيها وقال لها كويس انك جيتي، انا شايل مسؤوليه البنت وتعالي واقعدي وبتاع. وفضلت قاعده عمتها اللي جوزها ميت وما عندهاش اولاد. المهم قعدت معاهم، فالبنت بتحكي بتفضفض زي ما تكون كده، يعني بتفضفض لامها، ما هي عمتها وزي امها. فبتحكي لها وبتقول لها يا عمتي انا سعيده جدا اللي انت موجوده معانا. قالت لها وانا كمان يا حبيبتي، قولي لي بقى ايه اخبارك؟ قالت لها انا كويسه. طيب وشغل البيت ها شاطره فيه؟ قالت لها ايوه. طب وامورك بقى العاطفيه؟ قالت لها بصراحه يا عمته انا بحب واحد ومتفقين على الجواز انا وهو، بس بابا معصلك دماغه شويه وانا مش عارفه بصراحه هو عايز يقعدني جنبه ولا ايه. العمه دماغها زقزقت وودت وجابت، وفضلت قاعده عندهم 10 ايام، لكن كانت في دماغها انها تاخد البنت دي معاها في البيت على اساس تغير جو. وفعلا قالت لاخوها وقالت له هاتها تقعد معايا، انت عارف ان انا قاعده لوحدي وجوزي ميت، هاتها 2 3 وارجعها لك. انا شايف البنت مكتومه لا بتروح ولا بتيجي. واول ما راحت عند عمتها زي ما بتقول البنت، عمتها رحبت بيها جدا، بس عمتها طلبت منها طلب غريب. قالت لها انا هفرحك وهاتي اللي عايز يتقدم لك ده عندنا البيت، هاتينا عزيمه على الغدا علشان اتعرف عليه. اتصلت بيه فعلا وعزمته عند عمتها اللي رحبت بيه جدا جدا، وقالت لهم خلاص اتقابلوا واخرجوا واتفسحوا، هي عندي لحد ما احاول اقنع اخويا ان هو يوافق على الجوازه. البنت فرحت ان عمتها زي امها الله يرحمها، لا وحني كمان، هي عيني ما لحقتش تشوف حنان امها. طبعا كل ده والعمه اظن انتوا فهمتوا الكلام على ايه. بتخطط لحد ما البنت في يوم من الايام خرجت تقابل خطيبها ده او اللي هيبقى خطيبها، وفي نفس اللحظه دي هم قاعدين مع بعض مسك ايديها، ولما مسك ايديها اكلها في بقها. وبعد كده روحت لعمتها. عمتها في الوقت ده قالت لها مش علشان سبتك تخرجي معاه تقومي تخليه اكلك في بقك ويمسك ايديكي، اتفضلي شوفي الصور. البنت شافت الصور صعقت من المنظر. ايه ده؟ مين اللي صورنا الصور دي؟ مين اللي بعتلك الصور دي؟ مين يا عمته؟ قولي. قالت لها انا كنت خايفة عليكي ولبست وخرجت وراكي
وصورتك وانت بالمنظر ده، وهقول لابوكي انت لازم تروحي لابوكي وانا هقول له، والنبي يا عمته والنبي يا عمته. وقعدت تتحايل عليها، لكن عمتها قالت لها بشرط انك تنامي معايا في الاوضه، واللي هقولك عليه تعمليه. البنت قالت لها طب ما عادي انام معاكي في الاوضه يا عمته، عادي جدا، انا بحبك وبحب انام معاكي، انام جنبك على السرير مفيش مشكله. قالت لها لا. جريت العمه الناقصه اللي عندها 48 سنه حاجه زي كده، ولبست قميص نوم مشخلة، وراحت قاعدة وقالت للبنت تعالي اعملي لي 1 2 3. البنت طبعا اتصدمت، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما اعملش كده. قالت لها هقول لابوكي كطفلة برضو يا جماعة، 19 سنة طفلة. وافقت وعملت كل اللي بتقوله عمتها، وابتدوا الاتنين يمارسوا علاقة محرمة، والبنت اللي عندها 19 سنة مش فاهمة حاجة، بس عمتها بتعلمها وبتوريها فيديوهات سحائية اعملي زي كده. والبنت فعلا كانت بتتدرب على ايد عمتها. وابتدى الاب يتصل، ايه يا بنتي انت عجبتك القعده؟ تقول له اه يا بابا. عمتها مسلطاها تقول مش عايزه اروح، لحد ما الاب راح عند اخته. طبعا الموضوع امتد لاكتر من 20 يوم، وراح قال لها انا جاي اخد البنت. والبنت كانت بتتمنى، بتقول انا كنت بتمنى بابا ياخدني ويشدني بالعافيه. ايوه يا بابا انا جايه معاك. قالت له استنى يا اخويا انا عايزه اوريك حاجه، وجريت تمسك الموبايل. فالبنت خافت، قالت له لا يا بابا انا هقعد مع عمته وهخش اعمل لها اكله علشان تاكل. عمتها بصت كده وقالت لها شاطره، عارفه مصلحتك، واتحايلت على اخوها ان هي تفضل قاعده معاها شويه لانها قاعده لوحدها وزهقانه. 40 يوم عذاب بتقول شفتهم مع عمتي، عملت معاها كل حاجه محرمه وهي ما رحمتنيش، لدرجة اني قرفت من نفسي. حتى الانسان اللي انا بحبه ما بقتش عارفة اقول انا بعمل ايه او احكي له، خايفة يتهمني في شرفي ويقول عليا ان انا بنت مش مظبوطة. مش هيصدقني لو قلت له ان عمتي اخت ابويا اللي زي امي بتطلب مني اعمل كده، وانا عملت الاكثر من كده. بتقول عمتي جالها ناس قرايبها، وطبعا اضطريت ان انا امشي علشان قرايبها. بتقول انا استشهدت او نطقت الشهاده لما مشيت من عندها، لكن مش رحماني. بتقولي الناس هيمشوا وهتيجي تاني، وفعلا الناس مشوا وعايزاها تيجي تاني. وبتقول انا عايزاكي تعيشي معايا على طول، وحتى لو اتجوزتي هتبقي معايا على طول. ليه؟ لانها صورتها وهي بتعمل معاها حاجات مش كويسة، وصورتها صور قبيحة وهي في مناطق حساسة علشان تمسك عليها زلة. ليه بقى؟ لأنها لو اتجوزت الولد اللي هي ماسكة عليها زلة الصور اللي هو بيأكلها ببقها أو مسك إيديها، يبقى مفيش زلة ماسكاها عليها. فعملت ايه؟ صورتها وهي بتعمل حاجات مش كويسة في ست زيها، ولقطت صور، وطبعا هي مش ظاهرة وشها، هي ظاهرة البنت بس، صورتها ملط. شفتوا يعني الابتزاز وصل لفين؟ شفتوا الست دي ايه؟ فالبنت بتقول انا قرفت وزهقت وعايزه اعيش حياتي، انا ما كنتش فاهمه ان هي بتصورني علشان تقولي كده او تبتزني وتقولي حتى لو اتجوزتي هتفضلي معايا وهتفضلي تعملي معايا كده برضك وهتفضلي. فانا يا جماعه عرفت ومش عارفه اعمل ايه. ارجوكوا قولوا لي اعمل ايه؟ اموتها؟ اسمها؟ اروح فيها في داهيه؟ طب اروح اعترف لابويا؟ طب اروح اعترف للواد اللي انا عايزه اتجوزه؟ ارحموني والحقوني، ارجوكوا الحقوني. وهي دي قصه النهارده اللي صعبه جدا. احنا بقينا في اخر الزمان يا جماعه، بس صدقوني القصه دي حقيقيه وواقعيه، وهي فعلا مظلومه ومش عارفه تعمل ايه. وقبل ما نقول الحل وانصحها، انا من رأيي انك تقولي لابوكي، كل متابعيني المحترمين رجاء انتبهوا للقصة دي
ورجاء قولوا رأيكم بكل وضوح وشفافية. انا هقول رأيي، ولو انتوا ليكوا رأي تاني قولوا لي الرأي التاني. انا بقول ان هي تقعد مع ابوها لان هو ستر وغطى عليها، لكن لو راحت قالت للولد او الشاب اللي عايز يخطبها فعلا ممكن يفقد فيها الثقة وتفضل معلقة في ذهنه مدى حياته. لكن لو قالت لابوها، ابوها عمره ما هيعايرها، ابوها هيلحقها. احكي لابوكي وقولي له كل حاجة، وقولوا له عمتي عملت 1 2 3 وكانت بتبتزني علشان 1 2 3. كوني امينة مع ابوكي علشان يلحقك من اللي انت فيه. مفيش اي حد هيلحقك غير ابوكي، افهمي. قولي لابوكي واحكي له كل حاجه، وعرفيه انك ندمانه، وعرفيه ان هي خدتك وذلتك علشان كذا، وعرفيه انك غلطتي، انك لما حبيتي ما عرفتيش ابوكي، بس هو ما اداكيش فرصه يكون لك اب واخ وخال وعم وكل حاجه. لما تحكي لابوكي احسن ما تستمري في القذاره والمهزله دي، وهتبتزك بعد ما تتجوزي، وهتلاقي نفسك برضو عايشه في القذاره دي. اسمعي كلامي وروحي لابوكي، ستر وغطى عليكي وهيداري. مش هيروح يقول لك جوزك انا كنت ماسك على بنتي زله ومراتك مش عارفه ايه، مش هيقول حاجه زي كده، بس هيحجب اخته. مش هي بتذلك بابوكي، هيحجب اخته. بس بصي بقى، وقبل اي حاجه اسمعي، يمسك تليفونها قبل ما يكلمها كأنه هيعمل مكالمة، ويحذف كل الصور والفايلات، ولو أحسن ويكون أفيد كمان إن يمسك الموبايل يحطه في مية، يبوظه، يكسره. يعني يروح لها وهو ناوي إن هو يمسك الموبايل بتاعها أكنه هيعمل مكالمة، ويكسره، يشقلبه، يخفي معالمه علشان يخفي صورك خالص. وبعد كده يبتدي بقى يقول لها إن هو عارف كل حاجة، ويبتدي يواجهها بالمأساة اللي هي عملتها فيكي وفي نفسها. هو ده الحل اللي عندي. لو عند حضراتكم حل تاني قولوه. هي بتسمع وهتشوف، والدنيا كلها هتسمع وهتشوف. واللي عايز يتعظ من فضلكم يتعظ، واللي عايز ياخد فكرة ياخد فكرة. الدنيا مش وردي ولا بامبي ولا جميلة قوي زي ما احنا شايفين كده، لا، في حكايات مستخبية، بس احنا بنحاول نقولها علشان نوعي. وده هدفنا من البرنامج بتاعي، علشان اوعيكم كلكم، او الناس اللي هي زي البنوتة الحلوة دي اللي مسلوبة عقلها وفاكرة ان عمتها دي هتفضل تذلها مدى حياتها وتقهرها وتخليها تعمل اقذر الاشياء. لكن في حاجة اسمها ستوب، في حاجة اسمها وقفة. شكرا ليكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وردة أحمد، وأتمنى تكتبوا لها في الكومنتات رأيكم. اللي عايز يأيد رأيي أهلا وسهلا، واللي ليه رأي تاني يتفضل يقوله. أو دي كانت مشكلة النهاردة. ما تنسوش رأيكم مهم جدا لصاحبة المشكلة في الكومنت، علشان يا جماعة كلنا نتعظ بجد. دي قصة حقيقية، وأنا بجد زعلانة وحزينة جدا. صدقوني انا مش بعمل كده علشان خاطر البنت دي بس، لا، انا بعمل كده علشان بجد في ناس من اهلنا وحشين جدا، وحشين جدا فوق ما نتخيل. يا جماعة ارجوكم ما تدوش الثقة لاقرب حد ليكم، لان احنا بقينا في زمن كله فتنة. يعني ارجوكم ما تخلوش ولادكم يروحوا عند حد، حافظوا عليهم. صدقوني احنا بقينا في فتنة وبقينا في مهزلة لا تتخيلوها. ودي قصة حقيقية يا جماعة، مش تأليف، مش خيال. البنت دي حصل لها زي ما بقول لكم. ودي كانت قصة النهاردة اللي صدقوني بجد والله مؤلمة جدا بالنسبة لي. مش هتتخيلوا يعني أنا البنت وهي بتحكي لي كانت منهارة وتعبانة قد إيه. يا جماعة حافظوا على بناتكم وعلى أولادكم، حافظوا عليهم، محدش يروح عند حد. ودي كانت قصة النهاردة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة إن شاء الله.